أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا، وهو مش تأليف جديد أصلا ولا حاجة، لكن حلقة رقم 9 من قصة عباس المتهم الهارب الجزء الثاني. كنا نزلناها، كان سبق تنزيلها من فترة أيام والفيديو اتمسح تاني. مش عارف ايه مشكلة حلقة رقم 9 في الموضوع، يعني مش عارف اشمعنى حلقة رقم 9 اللي عمالة كل ما انزلها تتمسح. ما علينا يعني يا أعزائي المتابعين، ياريت تتفرجوا على حلقة رقم 9 يعني وتقروها كويس. وطبعا احنا عارفين شعارنا ايه، نقول الشعار تاني عشان ما ننساهوش. احنا عندنا هدف نبيل وهو دخول مجال التمثيل. أعزائي المتابعين، كل عام وانتم بخير. احنا دخلنا في عيد الفطر. احنا غيرنا لوجو القناة، اللي لسه ما يعرفش احب اعرفه في الفيديو ده ان احنا تم تغيير لوجو القناة بشكل كامل عشان يكون حاجة جديدة تليق بينا. طبعا مش هوصيكم يا اعزائي المتابعين تحطوا لايك، كومنت، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وياريت تقول لي رأيك في تأليف حلقة رقم 9 بشكل نهائي بقى. لأن لو خدنا آرائكم إن حلقة رقم 9 وحشة أنا هحذفها ومش هنزلها تاني. أنا تعبت صراحة، كل ما أنزلها تتمسح. أنا مش عارف هي مالها حلقة رقم 9 عاملة لكم مشكلة ليه؟ يعني إشحال مدى قصة عباس المتهم الهارب الجزء التاني. يعني ناس كتير شكرتني إن أنا ألفت القصة أساسا، وناس كتير بعتت لي آرائهم وكومنتاتهم إن القصة رائعة جدا رغم إنها خيالية إلى حد ما يعني. بس زي ما تقولوا كده، يعني في بعض الناس عندها انتقادات في التأليف، وبعض الناس التانيين شايفين إن التأليف ممتاز وزي الفل. انتوا مين من الناس دول؟ مش عارف، ياريت تعرفونا في كومنتات وتقولوا لنا انتوا شايفين القصة دي عاملة ايه، نظامها ايه معاكوا؟ هل هي عجباكوا ولا نوقف تأليفها ولا نكمل ولا ايه بالظبط؟ علشان نكون فاهمين كده الموضوع، ما نكونش ماشيين على عمانة يعني. ماشي يا اعزائي المتابعين، اشوفكم في فيديو جديد يا اعزائي المتابعين حبايب قلبي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد يتم تنزيله. الجرس ده بينبهك ان في فيديو جديد نزل على القناة. في مشتركين مش عارفين اساسا ان في فيديو جديد نزل، يجوا يدخلوا ايه ده يا يوسف القناص نزل فيديو امتى؟ ما هو حضرتك عشان انت مش مفعل الجرس. هو لازم تفعل الجرس عشان يوصلك اشعار الفيديو الجديد اللي نزل. ماشي يا اعزائي المتابعين، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.